انا متاكده بعد ما تشوفي الفيديو بالطريقه دي مش هتبطلي تعملي طريقه الفراخ البانيه بالطريقه اللي انا بعملها ديت. معانا معلقه كبيره من البهارات، 7 بهارات، ومعانا معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الملح، وهنا فصين توم وبصلايه كبيره ونص ليمونه، ومعانا علبه زبادي، ومعانا طبعا ده صدر فرخه واحد بس. هنا بقى هنضيف علبه الزبادي مع الفلفل مع البهارات مع الملح، وهنا هنقطع التوم. هنا مسكت قطعت البصل حلقان كده زي ما قطعت التوم. هنا هنعصر نص ليمونه. بعد كده هاخد القشر بتاعها اقطعه برده قطع صغيره. انا فكيت الحلقان بتاعت البصل كده عشان اعرف ايه ان انا اقلبها وكله ياكل كده من بعضه. هنا نزلت بقى بالفراخ البانيه، فانا خلاص كده تبلتها كلها زي ما انتم شايفين. حطها بقى في الثلاجه لمده ساعتين. طلعتها بقى بعد ساعتين من الثلاجه. هنبدا نطلع بقى كده اللي انا عايزه بس قطع الفراخ البانيه. هنا بعد ما طلعتها طبعا كلها من التتبيله، انا معايا 3 اكياس من الفيجيتار الحار. هنفضي 3 اكياس كده. ده بقى المكون اللي انا قلت لكم عليه اللي هو المكون البسيط الواحد بس ده اللي هنضيفه على الفيجيتار. ده معلقه بيكنج باودر اللي هو بتاع محسن الكيك ده اللي بتستخدموه. وهنقلبها كده في الفيجيتار بس من دون بقى بيض وسميد وبقسماط والحاجات بقى اللي بيعملوها دي. ده قطع مقلز الفراخ البانيه فعلا بتاكليها. الطريقه دي مش هتبطلي انت تعمليها خالص. هنا بقى خلصنا الكميه كلها. معانا طاسه بقى على النار هنحط فيها زيت، وعلى نار هاديه بقى من اول الزيت ما سخن نزلت على طول بالفراخ البانيه واديت لها النار. هنا اول ما خدت اللون الذهبي ابدا ان انا اصفيها من الزيت كده بقى. اللي خلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله طريقه جديده. باي.